هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. عارفين ساعات لما بنحب نحمس ولادنا كده ونشجعهم ونخليهم كده يغلوا من جوه علشان يشتغلوا ويذاكروا ويبقوا شاطرين، وقايلين لهم ايه بقى؟ جمله عجيبه جدا: ابقوا طفوا على امري لو فلحتوا، انتوا مش نافعين في حاجه ابدا، ده انا غلبت معاكم خلاص، مفيش حاجه تانية ممكن تتعمل. ونبص لهم بصه كده اللي هو بصه اشمئزاز، كانهم فعلا خلاص ضايعين وبايظين وعمرهم ما هينفعوا. تفتكروا احنا لما نعمل معاهم كده هم فعلا هيتحمسوا ان هم يشتغلوا ويذاكروا ويشتغلوا على نفسهم اكتر؟ ممكن لفتره، لوقت، لكن بعد كده هيبتدوا يزهقوا عمرهم ما بيحسوا ان احنا كويسين، خلاص مش فارقه بقى، فاكس يعني مش هنشتغل خلاص، مش هنزل، مش انتوا بتقولوا ان احنا مش هنفلح، خلاص احنا تمام مش هنفلح. هما فعلا بيفكروا بالاسلوب ده وبيعملوا كده، خصوصا لما بيبتدوا يكبروا ويدخلوا في سن المراهقه. الموضوع بيقلب معاهم بعند، بيجيب نتيجه عكسيه جدا، لانه كل اللي بيوصل له انه بابا وماما شايفه فاشل. كل اللي بيحس بيه انه بابا وماما دول عمرهم ما هيرضوا عنه، عمرهم ما هيشوفوه كويس، فهيفضل طول عمره حاسس بالذنب وحاسس ان هو مش كويس، وهيبتدي كمان يدخل في طور عند. طب وعلى ايه كل ده؟ عارفين المديرين اللزاز دول اللي هم يحبوا كده يشخطوا ويزعقوا وينطروا كده، يقولوا الشغل ده مش عاجبني، ايه الشغل ده، لا مش نافع. احنا بنعمل مع اولادنا كده، بنحسسهم دايما ان هما بايظين وضايعين وعمرنا ما هنرضى عنهم. الطريقه دي عمرها ما بتنفع مع الولاد، ومع الاسف بتجيب نتيجه عكسيه دايما. طيب تفتكروا نحفزهم ازاي؟ يعني انا نفسي احفز ولادي ان هما يكونوا بيشتغلوا احسن وان هما يكونوا بيذاكروا احسن، اعمل ايه؟ احفزهم بطريقه طبيعيه، احفزهم بطريقه يعني لطيفة وحلوة، الطريقة العادية، يعني هو انت شاطر، انت هتقدر، حتى لو دي صعبة عليك شوية احنا جنبك واحنا معاك وهنساعدك، هنشوف حد لو محتاج مساعدة من بره ممكن نخلي حد يساعدك، ما تقلقش انت هتقدر. يعني طريقة تشجيع عادية وطبيعية تخليه فعلا يتحف وتخليه يحس انه بابا وماما دول شايفينه كويس وشايفينه يقدر، حتى لو الدنيا ازيد عليه هما متفهمين، هما مدركين ان الدنيا صعبة بس هما في ظهره ومعاه. فده هيحفزه اكتر، ده هيخليه يتشجع اكتر، بالعكس هي كمان هيخليه ان هو يحس انه عشان خاطر هما بيحبوني كده وعشان خاطر هما شايفيني كده، فانا مش هكسر بخاطرهم وهرفع راسهم وهعمل كل اللي اقدر عليه. حتى لو ما قدرش يا جماعة، لازم دايما نحسس ولادنا ان احنا دايما بنشوفهم حلوين. على فكرة الشطارة مش بس الشطارة في المدرسة، الشطارة في مجالات كتير جدا جدا. ممكن يكون شاطر في مادة واحدة، ممكن يكون شاطر في الرسم، وممكن يكون شاطر في الموسيقى، اكيد ليه موهبة ما هو شاطر فيها، فانا اشجعه على الحاجة دي وانميها فيه، وكمان اساعده في بقية الحاجات اللي هو ضعيف فيها او مش عارف يمشي فيها كويس، علشان ما يحسش ان هو مكسور، عشان ما يحسش ان هو قليل، علشان دايما يحس ان بابا وماما في ظهره وشايفينه حلو. ميرسي، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.